يلا يا صاحبي، خليك معايا كده وركز علشان هحكي لك قصة سيدنا إدريس عليه السلام بالتفصيل الكامل خطوة بخطوة، من أول ما اتولد لحد ما ربنا سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء. بعد ما سيدنا آدم مات، ابنه شيث كمل الرسالة، وكان في ناس مؤمنة وناس بدأت تفسد في الأرض. هي الناس اللي في نسل قابيل، وهو الابن الثاني لآدم. بدأوا بقى يغلطهم ويبعدوا عن طريق ربنا، يظلمهم ويحسدهم ويعصوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى. فربنا كل شوية يبعت نبي علشان يذكر الناس، ومن هنا جه سيدنا إدريس عليه السلام. اسمه إدريس من نسل شيث ابن آدم، يعني تقريبا الجيل السادس بعد سيدنا آدم عليه السلام. اسمه في كتب أهل الكتاب هو أخنوخ، لكن عندنا معروف بإدريس، والاسم ده معناه كثير العلم. سيدنا إدريس اتولد في زمن الناس فيه بدأت تبعد عن الحق، وابتدى يشوف الظلم والفساد حواليه، وده خلاه من صغره شخص مختلف. كان بيحب العلم وبيتأمل كتير في خلق ربنا، وعشان كده ربنا اختاره انه يكون نبي. ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا إدريس حاجات كتير جدا، وكان هو أول واحد. أولا، يكتب بالقلم. قبل كده الناس ما كانتش بتعرف تكتب. ثانيا، يحسب النجوم وحركة الكواكب، يعني كان عنده علم فلك. ثالثا، يخيط الهدوم. الناس زمان كانت بتلبس جلود. إدريس أول واحد اخترع الإبرة والخيط وبدأ يفسر اللبس. رابعا، يتكلم عن العلوم زي الحساب، الهندسة، الزراعة. يعني نقدر نقول إنه كان نبي وعالم في نفس الوقت. لا، ومش أي علم، ده كان علم نافع للناس. سيدنا إدريس بدأ يدعو الناس لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وترك الشرك والفساد. كان على طول بيقول لهم: اعبدوا ربنا وحده، ما تعبدوش غيره، اعدلوا، ما تظلموش بعض، اتقوا ربنا وخافوا يوم الحساب. كان كل ما يشوف ظلم يقف ضده، حتى لو من قبيلة قوية أو ناس كتير. وكان حازم جدا، لكن بالرغم من كده في نفس الوقت كان رحيم وبيعامل الناس باللين. اتلم حواليه ناس مؤمنة وبدأوا يقاتلوا الظلم، مش بالسلاح بس، لأ، بالكلمة والنصيحة. لكن لما زاد الظلم حصلت معارك بينه وبين الناس الفاسدة، وكان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيثبت في الحق وينصره. سيدنا إدريس كان بيعبد ربنا كتير جدا، يصوم معظم الأيام، يصلي طول الليل، ما كانش يضيع لحظة من غير ذكر أو عبادة. اتقال عنه إنه قال: كل يوم يمر عليا لازم أعمل فيه طاعة جديدة لربنا. اللحظة الغريبة، حصل حاجة في حياة سيدنا إدريس كانت أعظم لحظة وأغرب لحظة في حياة سيدنا إدريس. القرآن بيقول: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. في يوم من الأيام سيدنا إدريس قعد يفكر: أنا بحاول أعبد ربنا على قد ما أقدر، بس نفسي أعيش أطول عشان أزود عبادتي. فربنا سبحانه وتعالى أرسل له ملك من الملائكة. بعض الروايات بتقول إنه سيدنا جبريل عليه السلام طلب من الملاك ده يطلعه للسماء. ولما وصل في السماء الرابعة حصلت مفاجأة. الملاك اللي كان معاه طلب من ملك الموت يعرف سيدنا إدريس هيموت إمتى. فملك الموت قال له: أنا اتأمرت إن أقبض روحه في السماء الرابعة. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى رتب كل حاجة، وسيدنا إدريس مات هناك في السماء، وربنا كرمه ومسك روحه في مكان طاهر. أما بقى عن ظهوره في رحلة الإسراء والمعراج، فجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع في المعراج شاف سيدنا إدريس في السماء الرابعة وقال له السلام. وده تأكيد إن سيدنا إدريس مكانته عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فالخلاصة: نبي من نسل آدم، عالم وأول من كتب وخاط، دعا الناس للحق وحارب الفساد. كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عبادة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى رفعه في مكان عالي وقبض روحه في السماء الرابعة. لسه حي في قلوبنا، وذكره في القرآن الكريم تكريم كبير ليه.